هقول لك على حاجه، احنا مش بنفكر في حاجه، احنا بنقول ان في شخصيه اسمها فوزي لقجع بيعمل خطه. وليد الرجراجي بيروح يشوف ما هو جديد. مدرسته مدرسه برشلونه، صح. نفس المدرسه دي. بعمل ايه؟ انت مش هتشوف منتخب بتاع رابع كاس عالم. بقى منتخب الرجراجي، بقى شيبو، بقى المنتخب الاولمبي، المنتخب اللي هيلعب بكره. انت محتار الاربعه، وفي محليين. المحليين مين؟ بن طايق وبن شرقي وازارو، نفس اللعيبه اللي احنا عارفينها. بتتكلم في حاجه ثانيه انت كلمتني فيها يا عمرو، موضوع ان احسن لعيب في العالم دلوقتي كباك رايت حكيمي. اشرف حكيمي. مين الراجل بتاعه؟ احسن باك رايت في مصر، احسن باك رايت في افريقيا. الشيبي. فانت هتلاقي هل الشيبي بيقول لك انا رايح عشان اعمل تمثيل مشلف استنى يتعور؟ لا، ده الناس بتشد وبتشتغل. لا، ده انا بزيد عشان لما تجيلي امسك فيه. بس مثلا الرجراجي عمل اداء حلو جدا في كاس العالم، بس اخفق في الكان. بص، اصل انت كمان لله مش هيعمل كل حاجه. انت في ناس، ما فليك عمل كل حاجه. انا قصدي اقول اما بيكسر الدنيا في برشلونه وفجاه بيخسر 5. ايه ده اللي كان كسبان لسه 8. لكل مشوار عشان توصل لهدف في الاخر محتاج ترسم الخط وما يحصلش اخفاق فيحصل تغيير وهدم. لا يعني هو على كلام على المغرب، فاحنا بنتكلم دلوقتي مع بعض على الهوا. منتخب المغرب للشباب في كاس العالم بيلعب مع امريكا في ربع النهائي، كسبان كام؟ 5. وكان كسبان اسبانيا تقريبا في 5. كسبان 3-1. لا، وكان كسبان اسبانيا في الدقيقه دلوقتي 90 وكسب اسبانيا وكسب البرازيل وده اللي عايز اكلمك عليه، وخرج اليابان، التخطيط وموجود في على ربع النهائي. هيكسب يروح نصف نهائي، ممكن على فكره يفوز بالبطوله. هسألك سؤال، اي حد فينا كان بيتكلم على مين في منتخب المغرب اللي شفناهم في رابع كاس عالم؟